السلام عليكم اولى اعدادي. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا حبايبي، سؤال حلو قوي لقيته في امتحان فقلت افيدك بيه. السؤال بيقول ايه؟ بسم الله. He's already spaced the house. السنتنس اللي بعديها he is in the club now. تاني كده اهو. He's already spaced مسافة the house. السنتنس اللي بعديها he is in the club now. هو دلوقتي في النادي. between brackets هم 4 اختيارات انا اختصرتهم لك الاثنين، يا اما leaving يا اما left. طبعا خلينا نتكلم كلام منطقي، كله هيشوف his فيقول ده اختصار لاز يا مستر، فعلى طول اقوم قايل ايه؟ living. ولكن الاجابه غلط. بس ليه يا مستر؟ ده دي اختصار لاز، واحنا عارفين من واحنا في ابتدائي ان اهم واز وار بعديها ايه؟ اي ان جي. انت فعلا صح، بس ركز الحته دي. لو قلت he's already leaving the house يعني هو عمال يغادر البيت، هو ما زال بيعمل الفعل ده. ازاي هو في النادي؟ يبقى هو ايه؟ هو اوريدي غادر، هو اوريدي مشي، هو اوريدي left. فعشان كده اقوم قايل ايه؟ he's already left the house. he's in the ايه؟ club now. in the club now. فهمت بقى الفكرة ماشية ازاي؟ ده اسمه ايه؟ اسمه مضارع تام، present perfect. ايه present perfect؟ ان هو اوريدي عمل الشيء ومشي خلاص وغادر، ودلوقتي النتيجة وهو مكانه فين دلوقتي؟ في النادي. يبقى his دي اختصار ليه؟ لهاز مش لإز. لو إز زي ما فهمتك بقى في الأول إن هو ما زال بيغادر. طب ازاي بيغادر وازاي هو في النادي؟ فهمت كده الفكرة ماشية ازاي يا حبيب قلبي؟ يلا اشوفك على خير ان شاء الله. سلام عليكم.